الوصفة دي خيال مفيدة جدا لإزالة الرؤوس السوداء من البشرة، لغلق المسامات وشد الوجه، ترطيب، تأخر ظهور الشيخوخة على البشرة، الخطوط الرفيعة، طبعا القهوة، التفتيح، الترطيب، النضارة، الإشراق، الزيادة في الوش. بصي الوصفة دي متكاملة أقسم بالله. علاج طبيعي للبشرة والجروح والقروحات وحب الشباب والبثور اللي بتبقى في الوش وشد الوش والترهلات اللي بتبقى في الجلد حتى الزيوت وأعزكم الله والأوساخ اللي بتبقى في مسامات الوش اللي احنا مبنبقاش شايفينها، دي بتنهي عليها، بتضيعها تماما. الوصفة دي مفيش بعد كده. المكونات معانا: معلقة جيلاتين معلهوش لون ولا عليه طعم، جيلاتين بيور اهو. معلقة قهوة اهو يا جماعة، انت عايزة تكتري في الكمية كتري. لبن سخن مغلي، بيغلي سخن جدا، لان الماسك ده بنحط على البشرة دافي، ما بنحطش بارد. دي المكونات، يلا نقلبهم على بعض وارجع له كده. خلاص الوصفة معايا جاهزة اهي، ان انا احطها على وشي. هوريها لكم اهي. اي فرشة عندك بتاعت ميك اب قديمة مش بتستخدميها هنستخدموها في الماسك دي، هنسيبوها ربع ساعة. الوصفة دي هتفضل على البشرة ربع ساعة. لازم تحطي الوصفة دي، القهوة والجيلاتين، على وشك ربع ساعة ويكون سخن. الماسك يا جماعة يكون سخن اهو زي ما انتوا شايفين كده، وتوزعيها على بشرتك وهنسيبوها. الوصفة دي بتتعمل مرة في الاسبوع. انا هسيب ايدي ربع ساعة وبعدين هرجع لكم فاصل ونواصل. هسيبها ربع ساعة هسيبها ربع ساعة على بشرتك لحد ما تنشف. والوصفة دي بتتحط دافية على الوش عشان الجيلاتين ما يقفش منك، وممكن ما يصعب عليك متعرفيش تفرديه، فلازم تحطيها دافية على وشك. فاصل على ما تنشف ربع ساعة وارجع لكم. هو بقى كده بعد ربع ساعة، شايفين دي لزقت ازاي، عامل زي السمر كده. بعد ربع ساعة هحاول ازيله بقى وارجع لكم. تلاقي ايدي جايه قشرته، شايفين يا جماعه؟ والله العظيم نعومه. انا مش عايزه اتكلم، انا مش الايد هتحكم على كده. انا غسلت ايدي بقى، هنشفها واحط لها اي مرطب عندك. انا عندي كريم، عندي زيت جونسون دي. شايفين الفرق باين والله العظيم خالص. بيساعد ان الدورة الدموية تمشي في البشرة وتتدفق. لو كان الفيديو عجبكم لغايه هنا، متنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل جرس الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. وما تنسوش الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام في الكومنتات. مع السلامه، بحبكم، باي.